كمان نص ساعة في يومك ماشي هتعلي معاكي الحرق وهتظبط نفسيتك وهتخلي الاكتئاب يروح والزعل وهتخليكي تنزلي وتخسي على الميزان. حياة صحية هتفرق معاكي في وزنك، هتفرق معاكي في صحتك، في حالتك النفسية، في نشاطك، في الأمراض اللي عندك. لو السكر هتبدأي ان انت تتخلصي منه تدريجيا، خصوصا لو هو في مقاومة انسولين او سكر النوع التاني. ماشي في تراك جميل زي دوت نص ساعة يخليكي تبقي في حتة ممتازة من صحتك. أحسن وأجود حاجة في صحتك لازم دايما تحافظي على مشيك كل يوم نص ساعة، أو حتى تمارسي رياضة على الأقل 3 أيام في الأسبوع. دي حاجة مهمة جدا علشان تقدري تحرقي. عشان أقدر أساعدك عشان تنزلي في الميزان لازم كمان انتي تساعديني وتتعبي نفسك شوية وتعملي رياضة. لو عملتي في يومك صيام متقطع وصمتي بعد ما صحيتي من النوم بس ساعتين 2 وبعدين اكلتي، فانت كده خلاص هتخسي. شوفوا الموضوع سهل وبسيط ازاي. حاجات يعني سهل جدا تعملوها لو حد بس قال لكم عليها. لو اكلتي وبداتي يومك ببروتين برضه هتخسي. مش لازم ابدا يومي بحاجه مسكره، حتى لو كانت الحاجه المسكره دي فاكهه، مش بقول بقى كيكه. لازم تعملي تريكات بسيطة في يومك هتفرق معاكي. لو حطيتي طبق السلطة معاكي في كل الوجبات برضه هتخسي. كمان هتحسي بالشبع لأن الألياف هتحسسك بشبع كبير قوي. لو بطلتي الهمبرجر واخدتي لحمة هتخسي. لو بطلنا الأكل المقلي وبطلنا السكريات والكيكات وأخدنا الفاكهة هنخس. لو قعدنا على البحر هنخس. حاجات كتير قوي هتخليكي تقدري انك تخسي، وبدائل جميله جدا. لو حطيتي السلطه وحطيتي فيها تفاح اخضر وطماطم وخيار هتخسي. لو ضبطي اكلاتك الصبح وخليتي نظام يومك منظم هتخسي. الخسسان مش صعب، هو بس خطوه جست انت بتقومي بيها. ولو نزلتي حتى في الاسبوع نص كيلو او كيلو فانت ماشيه على التراك. ما توزنيش نفسك كل يوم وتعقدي نفسك، وزني نفسك كل 3 4 اسبوع. المهم ان انت في اخر الاسبوع تكوني عملتي انجاز، حتى لو نص كيلو، حتى ربع كيلو. انا مش بطلب منك ارقام كبيره قد ما بطلب منك ان انت تعيشي حياه صحيه، تتخلصي من مشاكل مقاومه الانسولين، من الكرش، من الدهون، من شكلك قدام المرايه لما بتقفي وتلاقي نفسك تخينه وحاسه ان انت مش واثقه في نفسك وانت بتلبسي، بتدوري على لبس في المحلات ما بتلاقيش مقاسك. كل الحاجات ديت انا حاسه بيكي فيها. عشان كده انا جايه النهارده عشان اساعدك واقول لك ازاي تقدري تتخلصي من الوزن الزايد دوت. لما بنيجي نجرب ادويه التخسيس لازم نكون في الاول جربنا نعمل ريجيم، مش بنبدا بيها كده على طول. اكيد مفيش احلى من الجو دوت تقعدوا فيه وتهدوا اعصابكم. اول حاجه احب اقول لكم عليها علشان تقدري تعملي الرجيم بتاعك وتوصلي للنتائج اللي انت عايزاها، تقللي التوتر. وعشان تقللي التوتر مفيش احلى من منظر البحر في الصيف. بيديني دوبامين. طبعا نرجع لموضوعنا. عايزه تبداي وتاخدي ادويه تخسيس لازم تبداي تاخديها مع مختص، لان مش كل الناس مسموح لهم ان هم ياخدوا ادويه تخسيس. انت لو عندك الضغط ممنوع ادويه تخسيس كتير جدا بتعلي الضغط، خصوصا الحاجات اللي فيها كافيين تعلي معاكي الضغط وممكن تسبب لك مشكله اكبر من اللي انت فيها، من مشكله السمنه. لازم تعملي كل دوت مع مختص. خدي ادويه تخسيس، انا مش مانعه دوت، بس مع مختص يشوف حالتك، يشوف وزنك، يشوف انت محتاجه ايه، يمشيكي على نظام غذائي. ادويه التخسيس ما هياش سحر، ولو خدتيها لوحدها مجرد ما بتنزلي 4 5 كيلو بتبطلي بترجعيهم. يعني انت تزيديهم في اسبوعين خلاص، هترجعي بعد الاسبوعين دول هتزيديهم تاني في نص اسبوع. بتطلعي سرعه الصاروخ، لان ادويه التخسيس كمان بتقلل الحرق معاكي جدا في الجسم، لان هي اللي اوريدي بتشتغل في الجسم وهو مديه الجسم اجازه بقى. ما انا خلاص يعني مفضيه دماغي وعايزه اكل براحتي واخد دواء التخسيس وهخس على كده. مفيش حاجه اسمها كده، لازم تتعبي شويه. طول ما انت قاعده في منطقه الراحه عمرك ما هتخسي وعمرك ما هتوصلي للنجاح اللي انت متخيلاه. عايزه تنجحي لازم تتعبي، لازم تمشي على النظام الغذائي. انا بقولكيش تعذبي نفسك، في بدائل كتير جدا وبدائل صحيه تقدري تمشي عليها بكل سهوله من غير ما تتخني. لو بطلتي الفراخ البانيه واكلتي الفراخ مشويه هتخسي.